احكي لك النهارده عن واقعة حدثت أثناء قيام ثورة يوليو، وكتبتها الصحف وموجودة في كتاب ضد التاريخ. الواقعة دي حكاها اللواء جمال القاضي آنذاك، وقال إن عضو مجلس قيادة الثورة صلاح سالم كان ماشي بسيارته الجيب متجه إلى منشية البكري لحضور أحد الاجتماعات المهمة، واللي أثناء مروره في ميدان باب الحديد فوجئ بسيارة يقودها رجل وتجلس في المقعد الخلفي السيدة حسناء. حكت سيارة السيدة دي بسيارة قائد الثورة، فقال له مش تحاسب، لكن فوجئ بأن قائد السيارة يشتمه شتيمة وما اعتذرش، ده بشتمه. طبعا صلاح سالم ما انتظرش، بعد العربية ما جري وراه لحد ما أمسك به، وكان راح محل بتاع كراسي حديدية. الغريبة بقى إن هو دخل عشان يقول للسيدة التي كانت معه مش عيب يعني السواق يشتمني، فوجئ بإنها كمان بتشتمه. فطبعا هو ما تملكش أعصابه، ضربها بالقلم، وطبعا ما كانش يعرف إنها الممثلة أو الفنانة نعيمة عاكف. لكن الناس اتلمت فيه بقى، وحد عرف صلاح سالم فطلع جري لنعيمه قال لها انت تودي نفسك في داهيه، ده عضو مجلس قياده ثوره وانت شتمتيه وهو مش هيسيبك. المهم ان صلاح سالم اتصل بجمال القاضي وقال له انا اتهنت وما يصحش كده وانا عايز اخد حقي، وفعلا جابوا نعيمه عاكف وراحت المباحث الجنائيه. لكن جمال القاضي يعني قال لها اكتبي يعني جواب اعتذار لصلاح سالم عشان الموضوع ينتهي. ففعلا كتبت، بس كتبته باسلوب عاطفي، يعني بكل دقه في قلبي انا بعتذر لك، حاجات كده عاطفيه، وقالت له يعني اللي يا بخت من قدر وعفي. خد الجواب ده جمال القاضي ودخل على جمال عبد الناصر جري وورى له الجواب. فطبعا جمال عبد الناصر ضحك من الاسلوب وقعد يضحك، وبعدين اعطاه لعبد الحكيم عامر واعطاه لكل مجلس القياده، فكل الناس ضحكت في مجلس القياده، لدرجه ان صلاح سالم اتضايق جدا. قال لهم انتوا بتضحكوا على ايه؟ فاعطوا له الجواب فراح ضحك كمان هو. انتهت القصه بان جمال عبد الناصر قال يفرج فورا عن نعيمه وتخرج وتروح. الخاتمه دي بتقول ايه؟ الخاتمه بتقول ان احد مجلس قياده الثوره تسامح في ظل يعني انها ما كانتش تعرفه وانها سيده، وفي نفس الوقت نعيمه عاكف اعتذرت رغم ان هي كانت يعني اساءت اليه جامد. القصه دي موجوده في كتاب ضد التاريخ للكاتب مصطفى عبيد، وحكايات تانية حبيت اقول لك عليها.